الوجهة كانت نحو قاعة العرض سينماتيك بجاية. عشاق الفن السابع هم على موعد مع افتتاح فعاليات الطبعة 19 للقاءات السينماتوغرافية. عندنا أفلام كيما بوعلم زيد القدام، نونسيان فيلم تاع موسى حداد ربي يرحمه اللي رايحين نبروجتيوه ان شاء الله بحضور سليمان بن عيسى، احمد بجاوي. واش يميزنا هذا الطبعة هذا العام، عندنا لو روتور عودة البجاية فيلم لاب، صافي شحال ما درناش. 6 أقدام على الأرض، أول فيلم روائي طويل يعرض لأول مرة للمخرج كريم بن صالح. بالنسبة للقاء الافتتاح يعني شفنا الفيلم تاع كريم بن صالح اللي اكتشفته لأول مرة، صراحة هو فيلم رائع. عشنا أوقاتا رائعة من الفرح مع جمهور رائع وواعي وحيوي. تحيا الجزائر وتحيا الثقافة الجزائرية وتحيا السينما. العرض الأول لفيلم لقاء سينمائي مميز ببجاية. أنا فخور جدا وشرف لي أن أكون هنا. 35 فيلما سينمائيا جاهزا للعرض بين أفلام روائية طويلة وقصيرة جزائرية وأجنبية، منها ما تروي أحداثا عن التاريخ وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية. 10 أفلام قصيرة من مشروع سوم ستريكس لبود فيسال اللي خرجوهم العديد من صناع الأفلام الموجودين في أنحاء العالم دعما للقضية الفلسطينية. تسعى وزارة الثقافة والفنون لمرافقة جميع الأنشطة الثقافية والفنية والسينمائية على وجه الخصوص ضمن برنامج الحكومة وعلى رأسه السيدة وزيرة الثقافة والفنون. اللقاءات السينماتوغرافية ببجاية فرصة حقا لمد جسور التواصل والاحتكاك بين الجمهور وصناع السينما.